الو، عايزه ابلغ عن جريمه قتل كانت هتحصل هنا في شقه تعبان. خير يا كناريا، عايزة ايه؟ مالك في ايه؟ ماليش، بس مستغرباكي. لا ما تستغربيش، انا طالعه لك مخصوص. خير؟ الطريق قدامك اهو، وفهد مش موجود، فيلا ارجعي على بيت ابوكي. طب ولما فهد يرجع ما يلاقينيش، مش هيعمل معاكي مشكلة؟ مالكيش فيه، لما يرجع يحلها ألف حلال. وبعدين هو مش ده كان غرضك لما جابك هنا من الأول؟ كان، بس دلوقتي لأ، مش عايزة أمشي. أمال عاوزة إيه يا بنت توفيق؟ مش عايزة حاجة، هو مش أنا هنا في بيت جوزي. بيت جوزك. طب بصي بقى، لو عقلك هيقولك إن فهد عشقك أو دايب فيكي فلا يا حلوة. فهد ما بيعشقش غير كناريا، كناريا وبس. وسكتك مش سكة فهد، عشان سكة فهد هي سكة كناريا. طب لو افترضنا إن كلامك صح، إيه اللي يخلي فهد يجيبني من بيتي لهنا؟ طب لو مشيت، تضمني إن فهد يجي وما يخربش الدنيا؟ مالكيش فيه، أنا أهم حاجة عندي إن فهد يبقى كويس، وأنا عارفة إن أبوكي مش هيسكت، وزمانه دلوقتي بيدبر له مصيبة من مصايبه. خايفة عليه ولا غيرانة يا كناريا؟ احسبيها زي ما تحسبيها، بس أنا ماليش في الدنيا دي غير فهد وبس، إنما أنت عندك كل حاجة. وأنا عارفة غرض الجوازة دي من الأول إيه، زي إن هو مثلا مرسيني إنه ما لمسكيش لحد دلوقتي. هو اللي قالك كده؟ عيب يا كناريا، ده أنا شايفاكي ست ذكية. على العموم ماشي، صدقي كلامه، يعني عشان ترتاحي نفسيا. يا بت انت عاوزه تكديني؟ انا عارفه ان انت كدابه وما حصلش حاجه بينك وبينه. بقول لك ايه، غوري من هنا وابعدي عننا انت واهلك. اوعي ايدك، انا حامل، لو حصل لي حاجه هوديكي في 60 داهيه. لا انا اللي هوديكي في 60 داهيه. مالك يا بت بيها؟ اوعي. يلا يا كناريا، راويه سيبيني يا راويه. هتغور في داهيه. يلا بقى، مش ناقصين مشاكل. يلا